بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن محتوى كتاب سيرة شارلمان الذي ألفه المؤرخ إنهارد. انقسم كتاب إنهارد إلى مقدمة و33 فصل. ففي المقدمة أشار المؤرخ إلى الأسباب التي دفعته لتأليف كتابه، وبين أن غرضه من ذلك هو سرد قصة الحياة العامة والخاصة لشارلمان، رغبة منه في تخليد قصة سيده وتركها للأجيال اللاحقة بدلا من أن تذهب في ظلام النسيان. أما الفصل الأول وهو بعنوان البيت الميروفنجي، فقد تناول فيه إنهارد الضعف الذي دب في أوصال المملكة الفرنجية في أواخر أيام الميروفنجيين، مبينا كيف أصبحت السلطة الحقيقية واقتزاج بأيدي رؤساء البلاط في حين اكتفى الملوك الميروفنجيون باللقب الملكي. وفي الفصل الثاني وهو بعنوان أجداد شارلمان، تحدث إنهارد عن شارل مارتل جد شارلمان بوصفه رئيسا للبلاط الميروفنجي، وأشار إلى نشاطه في الداخل والخارج، وخاصة انتصاره في معركة بلاط الشهداء أو بواتيه عام 732 ميلاديا. ثم انتقل المؤرخ إلى الحديث عن ولدي شارل مارتل وهما كارلومان وبيبن القصير، وكيف اعتزل الأول الحياة السياسية ودخل سلك الرهبنة في حين انفرد الثاني برئاسة البلاط في المملكة الفرنجية كلها. وتناول إنهارد في الفصل الثالث وهو بعنوان اعتلاء شارلمان العرش والانقلاب الذي قام به بيبن القصير في الدولة الفرنجية، وما ترتب عليه من سقوط الأسرة الميروفنجية واعتلاء أسرة فرنجية جديدة العرش وهي الأسرة الكارولينجية. ثم بين المؤرخ كيف انقسمت المملكة بعد وفاة بيبن هذا بين ولديه شارلمان وقرلمان، وبعد أن أشار إنهارد إلى وفاة قرلمان وانفراد شارلمان بحكم المملكة، ألمح إلى بدايات الصراع بين الفرنجة واللومبارديين. وخصص المؤرخ الفصل الرابع وهو بعنوان منهج الكتاب لبيان الخطة التي سار عليها في تأليف كتابه، فأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بمولد شارلمان وطفولته غير متوفرة، ولذلك سيركز حديثه على أعمال سيده في الداخل والخارج، وعلى شخصيته وعلى شخصيته ونشاطه والحياة الإدارية في عهده. أما الفصل الخامس وهو بعنوان الحرب الأفغانية، فقد تحدث فيه المؤرخ عن الحرب التي دارت بين شارلمان وهونلود الأقطاني، فأشار أولا إلى رفض أخيه كارلومان مساعدته للقضاء على ثورة الأقطانيين ضد الفرنجة، وبين كيف اطلع شارلمان بهذه الحرب بنجاح كبير ومعتمدا على نفسه. وعالج إنهارد في الفصل السادس الحرب اللومباردية التي دارت بين الفرنجة واللومبارديين في إيطاليا، فأشار إلى أسباب هذه الحرب وجذورها، ثم استعرض أهم وقائعها وما ترتب عليها من نتائج، وفي مقدمتها تدمير المملكة اللومباردية تدميرا كاملا على يد شارلمان وتعيين ابنه بيبن ملكا على إيطاليا. وفي الفصل السابع تناول المؤرخ الحرب الساكسونية بإيجاز، مؤكد أن هذه الحرب كانت أكثر الحروب التي خاضها الفرنجة عنفا واستمرارا، كما أشار إلى الصعوبات التي واجهت الفرنجة أثناء صراعهم مع الساكسون، وكشف عن أسباب استمرار هذه الحرب قرابة ثلث قرن من الزمان. واختتم إنهارد هذا الفصل بالحديث عن نجاح شارلمان في تحقيق أهم أهدافه من تلك الحرب، وهو اعتناق الساكسون المسيحية على المذهب الكاثوليكي. وخصص إنهارد الفصل الثامن وهو بعنوان الحرب الساكسونية تتمة، استكمالا للحرب الساكسونية، لاستكمال الحديث عن الصراع بين الفرنجة والساكسون، مبينا أهم المعارك التي خاضها الطرفان، وكشف عن صلابة شارلمان وإصراره على تحقيق أهدافه من هذه الحرب رغم كل الصعوبات. أما الفصل التاسع فقد خصصه المؤرخ للحديث عن الحملة الأسبانية التي قام بها شارلمان ضد العرب المسلمين في أسبانيا، فأشار إلى فشل هذه الحملة في تحقيق أهدافها فشلا ذريعا. ثم تحدث عن الكارثة التي حلت بجيش شارلمان أثناء عودته من حملته على أيدي الباساك، وما ترتب عليها من نتائج أدبية ومادية. وتناول إنهارد في الفصل العاشر مسألة إخضاع البريتون والبنفنتيين على يد شارلمان، وبين كيف أعلن البريتون ولائهم للعاهل الفرنجي، ثم أشار إلى حملة شارلمان على إيطاليا للقضاء على ثورة البنفنتيين التي انتهت بالفشل، وبإعلان ولائهم لشارلمان وتقديم الرهائن له دون وقوع حرب حقيقية بين الطرفين. وفي الفصل الحادي عشر وهو بعنوان تاسيلو
والحملة البارفارية. تحدث المؤرخ عن الحملة التي قادها شارلمان ضد البافاريين، مبينا كيف اضطر تسيل إلى إعلان خضوعه لملك فرنجة قبل اندلاع الحرب بينه وبين شارلمان. ويختتم المؤرخ هذا الفصل بالإشارة إلى عزل تسيل وتولي الكونتات حكم بافاريا. وعالج إنهارد في الفصل الثاني عشر وهو بعنوان الحرب السلافية، الحرب التي دارت بين شارلمان والسلاف، ويكشف عن أسبابها وظروفها، ويبين أن شارلمان استطاع أن يسحق أقوى القبائل السلافية ويخضعها لسلطانه. وخصص المؤرخ في الفصل الثالث عشر للحديث عن الحرب مع الهون، حيث كشف أن هذه الحرب كانت من الحروب العنيفة التي خاضها شارلمان، وبين أن العاهل الفرنجي قاد بنفسه إحدى الحملات ضد الهون، في حين تولى قيادة الحملات الأخرى ابن بيبن وحكام الأقاليم فضلا عن المبعوثين. واختتم إنهارد هذا الفصل بالإشارة إلى ما انتهت إليه هذه الحرب التي استمرت قرابة 7 سنوات من دمار لمملكة الهون. وفي الفصل الرابع عشر وهو بعنوان الحرب الدنماركية، تناول إنهارد بإيجاز آخر الحروب التي خاضها شارلمان، وهي الحرب ضد النورمان وبخاصة ضد الدنماركيين، وبين أسباب هذه الحرب والأخطار التي كانت تلحق بمملكة الفرنجة من جراء أعمال هؤلاء وتهديدهم. وأشار المؤرخ إلى أن موت ملك الدنماركيين قد وضع نهاية لهذه الحرب. أما الفصل الخامس عشر وهو بعنوان حدود فتوحات شارلمان، فقد بين فيه إنهارد أن رقعة المملكة الفرنجية أصبحت في عهد شارلمان ضعف رقعتها عندما تسلمها من والده، ذلك أن شارلمان أضاف إلى مملكة الفرنجة مجموعة كبيرة من المقاطعات. وتحدث المؤرخ في الفصل السادس عشر عن العلاقات الخارجية التي أقامها شارلمان مع الدول المعاصرة له، مثل علاقته بالملك ألفونسو ملك أشتورياز، وعلاقاته بالملوك الإسكتلنديين، كما أشار إلى العلاقات الودية التي قامت بين شارلمان والخليفة العباسي هارون الرشيد، والهدايا التي تبادلها العاهلان. واختتم إنهارد هذا الفصل بالإشارة إلى العلاقات التي قامت بين شارلمان وأباطرة الدولة البيزنطية على الرغم من المشكلات السياسية التي كانت قائمة بين الطرفين. وتناول إنهارد في الفصل السابع عشر الأعمال العامة التي قام بها شارلمان والتي استهدفت بناء مملكته وازدهارها، فأشار إلى الجهود التي بذلها الملك الفرنجي في بناء كنيسة إكس لا شبل والجسور والطرق، هذا فضلا عن اهتمام شارلمان في بناء الأسطول لمواجهة الخطر النورماني. وخصص إنهارد الفصل الثامن عشر للحديث عن حياة شارلمان الخاصة، فأشار إلى العلاقات غير الودية التي كانت قائمة بين شارلمان وأخيه كارلومان، ثم ألمح إلى الزواج غير الموفق الذي تم بين شارلمان وابنة الملك اللومباردي ديسيدريوس. ومن ثم استعرض إنهارد زوجات شارلمان وخليلاته الواحدة للأخرى وما أنجبن له من أولاد. واختتم المؤرخ هذا الفصل بالحديث عن أسرة شارلمان. وفي الفصل التاسع عشر وهو بعنوان حياة شارلمان الخاصة استكمالا للفصل الذي يسبقه، بين إنهارد طريقة شارلمان في تربية أولاده ومدى اهتمامه بتعليم أولاده جميعا، البنين منهم والبنات، الفنون الحرة، ثم أشار إلى حب شارلمان لأولاده وتعلقه بهم. وكشف المؤرخ عن أمر في غاية الأهمية، وهو أن شارلمان لم يسمح لبناته بالزواج إطلاقا بحجة أنه لا يطيق فراقهن، وبين أنه كان على شارلمان التغاضي عن كل الشائعات التي كانت تدور حولهن. أما الفصل العشرون وهو بعنوان المؤامرات ضد شارلمان، فقد تناول فيه المؤرخ باختصار شديد أهم المؤامرات التي حبكت داخل المملكة الفرنجية ضد شارلمان، وكشف أن إحدى هذه المؤامرات كان يقف خلفها ابن بيبن، كما أشار إلى أن زوجته كان لها ضلع بالمؤامرات التي استهدفت الإطاحة بشارلمان. وبين المؤرخ أخيرا كيف أخفقت هذه المؤامرات في تحقيق أهدافها. وإلى اللقاء في الحديث القادم إن شاء الله. شكرا على حسن استماعكم.